انا لسه مكتشفه ان موضوع البولينج اللي بيحصل في المدارس لا ينتهي. انا مش عارفه بصراحه موضوع التنمر ده عادي، هل ده طبيعي بيحصل في كل سنين المدرسه اللي كل عيال بتمر بيه، ولا هل في حاجه تساعدنا ان عيالنا ما يمرنوش بكده؟ انا حاسه ان احنا اللي ممكن نعمله ان احنا نمكن عيالنا بالمعلومات، ان احنا يبقوا عارفين يعني ايه تنمر، وعارفين ان الشخص اللي بيتنمر ده بيبقى عنده نقص او بيبقى عنده حاجه مضايقاه هو فبيطلعها عليك انت، بيبقى نفسه يغيظك، بيبقى عنده هو مشاكل. فلازم الطفل اللي بيجاد بولي ده يبقى عارف كده، يبقى عارف لما حد يكلمك وحش، لما حد يحاول يقول لك كلمه تضايقك، لما حد يطلبك في التليفون وانت في المدرسه او انت في البيت ويقول لك مش عارفه ايه، احنا عملنا ده وانت لا، احنا عندنا ده وانت لا، انا عندي ده وانت لا، الكلام كله الرزل بتاع الاطفال ده. يبقى ابنك شخصيته تبقى كده قويه، او نعلمه بقى ان هو ازاي يرد او ما يردش، ويقول من الشرق معايا اصلا، فيحمي نفسه، فمن جوه ما يبقاش، ما يتاثرش. عشان انا عارفه الموضوع البولينج ده كان بيحصل لي وانا صغيره، فانا عارفه ان هو بيأثر فيكي لحد سن كبير. بيحصل دلوقتي في ثالثه ابتدائي عند ابني، وكان بيحصل في سته ابتدائي ورابعه وخمسه، كل السنين. انا حاسه انه بيحصل في كل السنين. فرأيكم ايه في الموضوع ده وبتحلوه ازاي؟ هل المدرسه فعلا بتعمل حاجه لما بنقول لها، ولا ومفروض تعمل ايه اصلا؟ ومفروض نعلم ولادنا ايه زي ما انا بقول كده، ولا في حاجه زياده؟ وهل احنا المفروض نتدخل كاهالي، يعني نتدخل مع العيال، ولا ندخل مع الاهالي طبعا التانيين نقول لهم عشان هم يوعوا اولادهم، سواء هم بيتعمل فيهم كده او بيعملوا كده، يفهموهم الغلط من الصح، ولعل وعسى الموضوع ده يخلص يعني بجد.